الحرب شبح يطارد حتى مع النجوم في سماء الرياضة. مسيرة لاعب كرة القدم على سبيل المثال قد تدمر تماما. تخيل لاعبا صاعدا في ريعان شبابه يبلغ من العمر 22 عاما، وفجأة يجد نفسه في خضم صراع مسلح. نجمة التجنيد الإجباري، نجمة بدلا من التدرب يجبر على حمل السلاح، وربما يفقد حياته أو يصاب بإعاقة تنهي حلمه. نجمة تدمير البنية التحتية، نجمة الملاعب تقصف والأندية تغلق والمدربين يهاجرون، فلا يبقى مكان لممارسة اللعبة. نجمة الهجرة واللجوء، نجمة يضطر اللاعب للهروب بحثا عن الأمان ليبدأ من الصفر في بلد غريب، وغالبا ما يواجه صعوبات في التأقلم والاندماج. هناك أمثلة لا تحصى، لاعبون فقدوا سنوات من التطور وآرون لم يتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم. ربما كان أحدهم ليصبح نجما عالميا، لكن الحرب سرقت منه هذا الحق. إنها مأساة رياضية وإنسانية في آن واحد. تخيل أن الحرب العالمية الأولى والثانية أثرت على مسيرة لاعبين كثر. على سبيل المثال، توقفت الدوريات الرياضية لسنوات، وتم تجنيد اللاعبين في الجيش، وفقد العديد منهم حياتهم. أيضا في العصر الحديث أثرت الحروب في دول مثل العراق وسوريا وأوكرانيا على مسيرة العديد من الرياضيين، حيث اضطروا إلى ترك بلادهم وممارسة الرياضة في ظروف صعبة. هذا الوضع يترك آثارا نفسية وجسدية كبيرة على اللاعبين، ويقلل من فرصهم في النجاح.